السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معايا. اليوم ما شاء الله غنشارك معكم واحد العيش ديال بانيني ولا ديال تاكوس. المهم كنصاوب به ساندويتشات لوليداتنا، اي باش ما بغينا نعمرهم. هاد العيش كيجي ناجح 100% وطريقه بسيطه ما فيه لا تعقيدات لا والو. ب500 غرام ديال الطحين تتصاوبي تبارك الله الكميه اللي تصاوب بها ساندويتشات لوليداتك، وتيكون كما قلت لكم ناجح 100%. كي كتشوفوا معايا كيتنفخ وتيكون زوين، ما كيتقطع ما والو. كنشريوه من المحلات هكا من الزنقه، بعض المرات تيكون عندهم بارد، تنبقاو هكا تنبغيو نلوي ساندويتش كيتقطع لينا. هذا غتجربوه غيولي معتمد عندكم، ما يتقطع ما والو، تيبقى زوين. بسم الله على بركه الله. خليكم معايا مع الفيديو حتى النهايه ان شاء الله. عندي هنا 500 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات. كنديروا واحد قريصه ديال الملحه، وكنديروا واحد 3 معالق ديال الزيت. من بعد كنجيبوا الماء طايب، تيكون درجه الغليان، يعني الماء تيكون طايب، كنديروه يطيب حتى كيخرج السبوله. كنجيبوا كنضيفوه للخليط ديالنا. كنديروا 500 غرام ديال الدقيق، تنحتاجوا فيها 2 كيسان ديال الماء يكونوا طايبين، كاس ديال العنبه. 2 كيسان كيجيونا هما هادو. كنعطيكم العبر بالتدقيق باش يعني باش يجيكم داكشي هو هذاك. كما كتشوفوا معايا في الاول كنخلطوا غير بواحد المغرفه ديال العود حتى تيكون العجينه سخونه بزاف، ميمكنش نقيسوها بيدينا. تنبقاو بحال هكا تندخلوا داك الطحين مع الماء حتى نحاولوا يبقى يبرد لينا شويه الخليط، عاد كنستعملوا يدينا. صافي هاد 2 كيسان ديال الماء كافيين، هما اللي غنجمعوا بهم العجينه ديالنا. العجينه ما خصهاش تكون مطلوقه، خصها تكون هكا شاده في راسها. دابا كما كتشوفوا الجهد ما نقيسو يدينا، يعني كتكون باقا العجينه سخونه، ولكن الجهد ما يتحمل لينا يدينا السخونيه. وكنبقاو هكا نديروا يدينا ونجمعوا داك الطحين مع ديك العجينه اللي عندنا. الطريقه ساهله واي وحده يمكن لا ديرو يعني، وكيوجد دغيا ما بالاخص درتي كميه صغيره كما درت انا 500 غرام ديال الطحين، خرجت بها 5 ديال الكويرات. ولكن درتهم انا كبارين. هاد العجينه يمكن تخرج لك حتى 7، انا درتهم كبارين باش عمرت بهم سندويشات كبار. قطعتهم على حساب 5 ديال القطع. كما كتشوفوا العجينه ديالنا كنعجنوها هكا بحال كندلكوها واحد شويه، واحد 3 ديال الدقائق حتى كيتجمع لينا داك الخليط مزيان. صافي كيكون العجينه ما كتلصقش في يدينا. العجينه كما كتشوفوا القصريه نقيه، يعني ما بقاش لينا العجينه لاصقه هكا في القصريه ولا شي حاجه. تنقطعوهم هكا كما قلت قطعتهم 5 الكويرات وغطيتهم بواحد الزيف وخليتهم يرتاحوا. وغندوز نصاوب معكم واحد الحشوه باش نعمرهم، كل وحده تعمرهم باش ما بغات. انا عندي هنا كيلو الا ربع ديال الصدر ديال الدجاج. من بعد ما غسلته بالحامض والملح مزيان وقطرته، غنديروا دابا العطريه. عندي شويه ديال الثومه، شويه د الملحه، شويه السكنجبير، شويه ديال عطريه الدجاج، قريصه ديال الابزار، راس معلقه ديال القزبر مطحون، شويه ديال الزعتر. صافي هادو هما المكونات اللي غادا ندير، وغنعصر عليهم واحد العصره ديال الحامض. الثومه نحاولوا نكثروا شويه الثومه، نديروا شويه بزايد باش كيجي بنين، وديك شويه ديال الزعتر كيعطي واحد البنه زوينه. انا الدجاج اللي كنعمروا به ما اللي كنديروا الدجاج مشحار هكا مشوي ولا شي حاجه كنعمروا به كيعطي واحد البنه زوينه. هنا زدت واحد راس معلقه ديال التحميره باش تعطيني اللون، ودرت واحد راس معلقه ديال السودانيه حتى هي راه درتها نسيت ما ذكرتهاش معكم. صافي تنخلي الدجاج ديالنا مرقد في الشرموله، ما تنديروش الزيت، تنخليه واحد نص ساعه حتى ساعه حتى 2 ساعات، يعني شحال ما خليناه مرقد في الشرموله شحال ما هكا تدخل فيه ديك الشرموله تيجي زوين. هنا غندوزو نصاوبوا الفلفله. عندي هنا فلفله حمراء وفلفله خضراء، غندير غير نص كل فلفله غنحيد منها غير النص باش غنديرو مع الدجاج. وكل وحده تعمر يعني الساندويتش ديالها باش ما بغات. اللي بغات دير هكا الخضره ديرها، اللي بغات دير الفريت مع الدجاج، يعني كل وحده تعمرو بالطريقه اللي بغات. هنا انا كما قلت لكم غنعمرو بالدجاج والفلفله، وغندير مطيشه والبصله والخس. انا بغيت ندير ساندويتش يكون صحي، ما غندير فيه لا مايونيز لا والو. انا الدجاج هو اللي غندير كما قلت لكم الخضره، وكل وحده تعمرو باش ما بغات. انا المهم بغيت نشارك معكم غير يعني العيش يعني يمكن لك تصاوبوه في الدار، ما تحتاج زعما تشريه في الدار، تصاوبوه سخون طري على يدك. هنا الدجاج بعد ما خليناه مرقد شويه في الشرموله، درنا شويه ديال الزيت في المقله وصافي شحرنا داك الدجاج مزيان حتى تشحر لينا الدجاج مزيان. عاد زيدنا عليه الفلفله. من بعد ما كنزيدوا الفلفله، هنا ما كنحسوا الفلفله صافي طابت لينا، كنزيدوا الكريمه ديال الطبخ. يمكن نديروا الكريمه اللي ما عندهاش كريمه دير لاصوص بيشاميل. هنا صافي زيدت واحد الكميه ديال الكريمه، باقي خصني شويه غنزيد شويه حتى انا راه ما غندير لا مايونيز لا ما غندير حتى شي لاصوص في هذا الساندويتش. هاد الكريمه هي اللي بها باش صافي يعني الدجاج غنخليه شويه هكا كيكون فازك، باش هو اللي غنديرو في الساندويتش ما يجينيش ناشف.
صافي. هذيك المايونيز ما غنديرهاش كما قلت لكم، بغيت الساندويتش يكون صحي، ما يكونش هكا. المهم ناكلوا شي حاجه اللي تكون صحيه. صافي هنا من بعد ما صوبت الدجاج خليته صافي حيدته على جانب، وغندوزو هنا نطلقوا العيش ديالنا باش نطيبوه. كنرشوا هكا الطحين على سطح العمل، ديك نص كيلو ديال الطحين اللي درت معكم به باش خليت شويه هكا اللي كنرش به. صافي كنطلقوها رقيقه، يعني كنرقوا العجينه ديالنا، كنرقوها مزيان كما كتشوفوا معايا. المقله عندي كتسخن، صافي كنديروها في المقله كتكون سخونه مزيان. صافي كنديرو في المقله، كتبان لينا يلاه بدات كتبوق شويه، يعني تشمعت لينا من الجهه الاخرى، تنقلبوها. صافي كنقلبوها على الجهه هذه، وكنبقاو هكا كل ساعه كندورو فيها شويه حتى كتبقى تبان لينا بدات كتنفخ. صافي هنا كنقبلو، يعني كنديروها الطيب وكنبقاو واقفين حدا باش كنبقاو كندوروها بيدينا باش كنساعدوها كتنفخ. ما كنديروش الطيب وكنمشيو نديرو حاجه اخرى، كنبقاو مقابلين المقله. صافي كي كتشوفوا معايا دابا بدات كتنفخ شويه، غتبان لكم تنفخت كامله هكا. الطريقه اللي كنبقاو كندوروها كنساعدوها باش كتنفخ، كندوروها بحال هكا، كنبقاو كنضربوا عليها بحال هكا، كنساعدوا العيش ديالنا كيتنفخ. نتوما كي كتشوفوا معايا كيتنفخ كامل وكيجي خفيف حتى في الماكله ديالو، كيجي خفيف، ما راه كما كتشوفوا ما فيه لا خميره لا والو، وهكا كيتنفخ. راه ساهل، يعني اي وحده يمكن تصاوبوا في الدار، ما فيهش حتى شي تعقيدات ولا شي حاجه، المكونات بسيطه. صافي ندوزو نعمرو ساندويتش ديالنا كما كتشوفوا، يعني كنلويهم في يديا كما بغيت، ما كيتقطعوا ما والو، وما كيجوش معلكين. يعني ملي كتبغيو تاكلوا ماشي بحال كتاكلوا الملوي، تيجوا هكا يعني بحال كتاكلوا العيش اللي كتشريو من الزنقه، تيكون يعني كيتقطع بسهوله، ماشي بحال حيت كاين اللي كيصاوب هاد هكا بشي عمر ساندويتش كيصاوبوا بالورقه ديال الملوي، كتجي شويه معلكه. هذه لا، هذه راه كتجي زوينه بزاف. هنا كما قلت لكم كل وحده تعمر باش ما بغات. انا درت الدجاج، كندير شويه د المطيشه، شويه د الخس، شويه د البصله والفرماج من الفوق. صافي وكنسد ساندويتش ديالي، كل وحده تسميه اللي بغات. انا المهم سميتو ساندويتش. صافي ديك الكريمه اللي درت بها الدجاج هي اللي كافيه. ملي كنهز الدجاج كنهز مع شويه ديال الكريمه، بقات لي حيت كما قلت لكم انا ما نشفتش ديك الكريمه بزاف، خليت الدجاج شويه فازك. ديك الكريمه هي اللي كافيه، ومع ديك الفرماج اللي غنديرو غيذوب حتى هو. صافي غيجينا الساندويتش ما غيجيناش فازك، ما غيجيناش زعما ناشف، غيجي هكا رطب، ما غيجيش ناشف. صافي هنا اللي بغات طيبهم في المقله طيبهم في المقله، اللي بغات طيبهم في البانيني طيبهم في البانيني. اللي عندها بانيني راه كديرهم في بانيني وكطيبهم في الماكينه ديال البانيني، واللي ما عندهاش بانيني ديرها في هكا في المقله ديال الرغيفه، كتسخنوها مزيان وكنديروهم فيها. وهذا هو الساندويتش ديالنا، صراحه جابنين بزاف مع ديك الدجاج اللي صوبناه بالزعتر وديك الصبور مطحون داكشي، والعطريه ديال الدجاج عطات واحد البنه زوينه والله حتى جاب بنين. هذا الساندويتش جاب بنين بزاف، وجا الساندويتش عامر يعني بالخضره. وليداتنا ما تيبغيوش ياكلوا البصله ومطيشه والخس، ما تيبغيوش ياكلوهم بهذه الطريقه راه تياكلوهم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديال لايك، راه كتفرجوا الفيديو ما كتنساو لايك، ما كديروش، عافاكم ديروا لايك فضلا وليس امرا. وشكرا لكم بزاف بزاف. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش بارطاجيو مع صحابكم. وبسلامه عليكم الفيديو الجاي ان شاء الله. حتى كيف تشوف والله انا ديال زعما كيجيني باسل.